سلاف أصدقائي، بالفيديو السابق تعلمنا الضمائر الشخصية في اللغة الكردية. اليوم بهالفيديو رح نتعلم تصريف فعل الكون بون مع الضمائر الشخصية في حالتها الأصلية. مثل ما بنعرف باللغة الإنجليزية فعل الكون to be بيتصرف على 3 أشكال، إما am أو is أو are. أما باللغة الكردية ففعل الكون بيتصرف مع كل ضمير شخصي على شكلين بحسب آخر حرف صوتي بالاسم. بيتم تصريف فعل الكون بون على شكل ام مع الضمير as إذا كان آخر حرف بالاسم غير صوتي. as اندازيار ام، لأنه آخر حرف بالاسم اللي هو الراء غير صوتي فضفنا التصريف اللي بيبدأ بحرف صوتي as اندازيارم. أما إذا كان آخر حرف بالاسم صوتي بيتم تصريف فعل الكون على شكل ما as ريوي ما as ريوي ما. نجي على الضمير الثاني اللي هو تو، كمان على نفس الشاكلة. إذا كان آخر حرف بالاسم غير صوتي بيتصرف فعل الكون على شكل إي تو خوشك إي تو خوشكي. إذا كان آخر حرف بالاسم صوتي فبيتم تصريف فعل الكون على شكل يي تو زانا يي. بنجي على الضمير الثالث اللي هو أو للمفرد. إذا كان آخر حرف بالاسم غير صوتي بيتم تصريف فعل الكون على شكل أو كرد أو كردا. إذا كان آخر حرف بالاسم صوتي بنضيف يا أو أفرينية أو أفرينية. وهيك خلصنا من أول 3 ضمائر شخصية فردية. أما الضمائر الشخصية الجماعية فهي 3: أم، هون أو. فعل الكون بيتصرف معهم بنفس الطريقة، إما إن أو نا. منجيب مثال مع الضمير الرابع اللي هو أم آزاد إن أم آزاد، لأنه آخر حرف باسم آزاد غير صوتي فتم تصريف فعل الكون على شكل إن. أما إذا كان آخر حرف بالاسم صوتي فبيتم تصريفه على شكل نا أم خندانا. نجي على الضمير الخامس اللي هو هون. هون مروف إن هون مروفن، أنه الفاء غير صوتي تصرف الفعل على شكل إن. هون جندي نا، لأنه آخر حرف بجندي صوتي فتم تصريف فعل الكون على شكل نا. وهلا بنجي على آخر ضمير شخصي في اللغة الكردية اللي هو أو. إذا كان آخر حرف بالاسم غير صوتي يتم تصريف فعل الكون على شكل إن أو برادرن أو برادر إن. أما إذا كان آخر حرف بالاسم صوتي فمنضيف نا أو تشيني نا أو تشينينا.